أي وقت بنسمع اسم فاتن حمامة لازم نفتكر الفنان الراحل عمر الشريف، وده طبعا بسبب قصة الحب الكبيرة بينهم. إذا كن جوه قلبك وروح كلام فارغ لكن لذيذ، صغيرة وحلوة. ايه وحشتيني. إن الناس مفكرة إن قصة الحب الأسطورية دي استمرت لآخر العمر حتى رغم الانفصال بينهم. عشان تفتكريني انت للدرجة دي بت واكتر. لكن اللي ناس كتير ما تعرفوش بقى إن فاتن حمامة عاشت قصة حب أقوى مع زوجها الثالث بعد طلاقها من عمر الشريف، وجوازتها دي استمرت 40 سنة. تعالوا أحكي لكم شوية عن الجوازة دي. اتجوزت فاتن حمامة من دكتور محمد عبد الوهاب سنة 1975، وكان أستاذ الأشعة بكلية طب القصر العيني، وكان مثال للزوج المحب المخلص العاشق اللي حبته فاتن حمامة من كل قلبها. وجدت ست على مستوى رقيق جدا، الأنوثة والى آخره، فدي تخلي الواحد على طول يميل لهذا الشخص. عاش معاها حياة هادية ناعمة رومانسية على مدار 40 سنة من غير مشاكل، عاشوا في هدوء تام وحياة كلها حب وتفاهم، وبعدته عن الأضواء والمصورين والحياة اللي كانت عايشاها قبله مع عمر الشريف. والحقيقة إنه ملقب بالزوج المظلوم إعلاميا، لأنه عاش حياته كلها بيسمع عن الحب بين فاتن حمامة وعمر الشريف، واللي جمهور الاتنين بيعيد إحيائها في كل مناسبة تخص فاتن أو عمر. ورغم إن دي حاجة تضايق أي زوج، إلا إنها عمرها ما أثرت على علاقته بفاتن حمامة، وفضلت قصة حبه مع فاتن ثابتة قدام أطلال الزواج السابق، واللي رفض الجمهور يصدق إنه انتهى. ومن أشهر المواقف اللي بينت إن فاتن حمامة مش قادرة خلاص تسمع اسم عمر الشريف، لما صحفي كلمها في التليفون وقال لها إيه تعليقك على كلام عمر الشريف، وقبل ما يكمل كلامه فاتن حمامة انفجرت فيه. الفنان عمر الشريف بيقول ان هو نفسه بلاش اللي دي تعتبرها قله ادب اللي انت بتقوله لي ده. عيب، احنا مصريين ومسلمين وانا على ذمه راجل تاني، فكفايه بقى. وده بيبين قد ايه هي كانت مخلصه لزوجها وكانت متضايقه من الكلام عن زوجها السابق. وحسب كلام الفنانه سميرة عبد العزيز، فاتن حمامه عاشت اسعد ايامها مع زوجها محمد عبد الوهاب، وان لما كانت فاتن مريضه كان بيقعد تحت رجليها ويعيط، وما كانتش بتتكلم ابدا عن عمر، ولو جت سيرته تقول ملناش دعوه. أزمة قلبية واضحة قوي موجودة. أخدتها في حضني وأخدتها في السرير. خلاص. وحكت كمان الفنانة سميرة عبد العزيز عن المرة اللي قابلت فيها عمر الشريف في باريس، وقالت أنا قابلت عمر في باريس في نفس الأوتيل اللي كنا نازلين فيه، كان محفوظ عبد الرحمن بيتعالج في فرنسا، وشفت عمر رايح يزوره فجريت عليه وقلت له أستاذ عمر أنا ممثلة مصرية. قال لي أهلا وسهلا. قلت له وصديقة المدام فاتن. قال لها باهتمام فاتن حمامة أنت عملتي معاها المسلسل؟ تعالي احكي لي. قلت له طب تعالى أعرفك بجوزي الأول عشان أقعد معاك. رحنا المحفوظ وسلمنا عليه وقال له أنا هستلفها منك شوية نتكلم عن فاتن حمامة، وقعدنا في ترابيزه تانية جنبه كده وقال لي عملتوا ايه في المسلسل؟ قلت له المسلسل نجح وكسر الدنيا، وبعده انا ومدام فاتن بقينا اصحاب جدا. ومحفوظ بيحبه يعني. قال له انا شفت لك كذا وكذا وكذا وبتاع. قال له انا هستلفها منك شويه اتكلم على فاتن حمامه. المسلسل جميل جدا، وهي دلوقتي صديقتي وبروح لها البيت وبتعدي عليا لما تيجي اكتوبر عند اختها بتجيلي. وهنا عمر الشريف قال لها تعرفي رغم كل ستات العالم اللي انا شفتهم واختلطت بيهم دول واتهموني فيهم، انا ما حبيتش غير فاتن حمامة. وبتكمل سميرة عبد العزيز وبتقول انها كانت بتصور مسلسل تاني مع فاتن حمامة وقالت لها على الكلام ده، فردت فاتن وقالت لها ملناش دعوة، انا ما حبيتش غير فاتن حمامة. رحت اقول لها الكلام ده بقى واحنا في مسلسل تاني، قالت لي ملناش دعوة. هو يا جماعة الموضوع ان عمر الشريف ما نسيش فاتن، رغم انه لف العالم كله وشاف اساطير الجمال في ايطاليا وفرنسا وهوليود، ما حرمش نفسه من اي حاجة في الدنيا. لكن بعد ما تخطى ال70 سنة سألوه تتمنى ايه؟ قال اتمنى اني ما كنتش سبت فاتن، وان انا ندمان اني طلقتها، وان انا ما حبيتش في حياتي غيرها، وان هي حبي الاول والاكبر والاخير. ما عرفتش اعيش مع واحدة اخرى من بعديها، ادركت قد ايه كنت بحبها. وقال انه لما طلق فاتن حمامة كان مفكر انه ممكن ينساها وهو حواليه كل الجميلات دول، لكن ما نسيهاش ومحدش ملا مكانها، فهي اتربعت على قلبي ومنعت غيره من دخوله. كان نفسي ان ما اعملش لورنس العربي، كان نفسي ما يجوش ياخدوني وافضل ممثل مصري ستار في مصر، بشتغل متجوز وسعيد وعندي ولد، وكان نفسي اخلف اكتر. ومن مذكرات الفنان الجميل سمير صبري حكى عن فاتن حمامة، وان بعد جواز فاتن من عمر الشريف بعد فيلم صراع في الوادي بدأت تروج لعمر الشريف انه نجم سينمائي كبير. فمثلا في فيلم سيدة القصر طلبت ان عمر الشريف يكون البطل، وكمان قالت للمنتج انه يخصم من اجرها واللي كان 3000 جنيه ويحط الاجر عمر ويرفع بيه
رقم، واستجاب المنتج والمخرج لطلب فاتن ان عمر الشريف يكون اسم البطولة، وكمان زودوا اجره من غير ما يمسوا اجر فاتن. بعد كده مثلت فاتن مع عمر افلام كتير، منهم فيلم نهر الحب. وشك عليا حلو يا نوال، حلو قوي. مش هتروح تصرف ال 100 جنيه؟ واخسر دقيقة اقعدها جنبك. وكونت معاه شركة إنتاج سينمائي أنتجوا منها فيلم لا تطفئ الشمس، وبعد كده جات له فرصة العمر، وده بعد تجربة أداء لفيلم لورنس العرب عملها في الأردن عشان يشارك في الفيلم مع أنتوني كوين ويبدأ في الانتشار عالميا. You are mad. To come to Aqaba by land we should have to cross the Nefu desert. وفي أواخر حياة عمر الشريف اتدهورت صحته جدا، وخصوصا آخر 6 شهور واللي كانوا بعد وفاة فاتن، وده رغم انهم منفصلين من 40 سنة. ويوم وفاة فاتن حمامة سنة 2015 شفنا زوجها وهو جنب الجثمان في الصورة الشهيرة، وكانت حالته سيئة جدا. وعلى عكس المتوقع خالص لما توفى عمر الشريف، كان محمد عبد الوهاب أول الحاضرين في الجنازة، وده بيبين لك انه ما كانش متضايق أبدا ولا متأثر بالكلام اللي كان عن عمر وفاتن، وانه واثق من مشاعرها وان كل ده كلام جمهور مش اكتر. وعاش بعد وفاتها محمد عبد الوهاب فترة حزن كبيرة قوي عليها، وتوفى سنة 2018 بعد تعرضه لأزمة صحية. انا لغايه دلوقتي مش قادر استعمل الضمير الغائب لما اتكلم عليها، يعني دي مش لاقيها في البيت. ولو انت ما تعرفش، فدكتور محمد عبد الوهاب هو الجوازة الثالثة في حياة فاتن حمام. فزوجها الأول كان المخرج عز الدين ذو الفقار، أخو الفنان صلاح ذو الفقار، وده اتجوزته وهي صغيرة قوي، وخلفت منه بنتها نادية، وما كانتش جوازتهم سعيدة، وانفصلت عنه وبعدها اتجوزت عمر الشريف، اللي طبعا كلنا عارفين انهم انفصلوا بسبب انشغاله عنها بالعالمية. يا ترى هتفضل تحبني كده على طول لغاية اما تبقي ست عجوزة وكركوبة زي اللي قاعدة هناك بتشوف البخت. ثم أخيراً لقت حب عمرها وعاشت معاه سعيدة لآخر يوم في حياتها. ربنا يرحمهم كلهم يا رب. مستنية رأيكم في حلقة النهاردة في الكومنتس، واستنونا الحلقة الجاية وحكاية جديدة في الريد كاربت.